صدق إن الصحافة ومنها مجلة المصور في عددها الصادر في 30 ديسمبر عام 1927 اتهمت كوكب الشرق أم كلثوم بالخلاعة والإباحية، وإنها اتأثرت بثقافة العاصمة الفرنسية باريس، وفقدت حمرة الوجه بسبب أغانيها الجديدة اللي قدمتها وقتها، ومنها أغنية شرف حبيب القلب. حبيب القلب بعد الغياب. واللي من ضمن كلامها: قطفت الورد من خده، شربت الحلو من شهده، وداق حلاوة الوصل قلبي العليل. وهاجمت المجلة كمان أغنية أخدت صوتك من روحي لأم كلثوم، واللي بتغنيها بصيغة الذكر، بتقول: ده أنا وردة تدبل في إيديكي، وشمع من قات حواليكي، وكل آمالي في حبك تكون عينيا في عينيكي. وقالت المجلة إن أم كلثوم أضاعت وقار العرب، وتسببت في خجل الجمهور بسبب الإيحاءات اللي بتحملها معاني الأغاني الجديدة الخاصة بيها. وتبعت المجلة هجومها على أم كلثوم باتهامها إنها انغمست في غناء مقطوعات الغزل، وأصبحت لا تهتم بانتقاء المباح من مختلف الخيال، وإن أغانيها بتعتمد على الاستعارة من الموسيقى الغربية. وأشار المقال إلى أن أم كلثوم أصبحت عصبية المزاج، وبلغت في الاعتماد على النهج الغربي بالموسيقى لدرجة أنها أضاعت الطرب الشرقي من أجل بهرجة باريس. ويقال إن المطربة الكبيرة وقتها منيرة المهدية هي كانت السبب وراء الهجوم الكبير على أم كلثوم في عدد من المجلات والصحف الصادرة في العصر ده، لأنها خافت على نجوميتها من نجاح أم كلثوم اللي كانت بدأت تصعد في عالم الغناء بسرعة الصاروخ. عشان كده استعانت بكل معارفها من الصحفيين عشان يشنوا هجوم لاذع على أم كلثوم وفنها، لعل ده يساهم في وقف نجاحها شوية. ده ما حصلش، وفي نهاية أيام منيرة المهدية اللي توفت سنة 1965 كانت بتنتظر هي بنفسها حفلات أم كلثوم في الخميس الأول من كل شهر عشان تتسلطن بالجديد اللي هتقدمه كوكب الشرق. صدق دي؟